الست الشاطره هي بس اللي تقدر تعمل كده. ب8 كيلو بس من اللحمه هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ده كان غدانا النهارده، احلى من كده مفيش. جبت كده معايا كيلو من الكوسه، قسمته كده نصين وبدات افرغ الكوسه معايا بالشكل ده. هحتاج كده 150 جرام من اللحمه، وفي طاسه على النار حمرت كده معلقه من الثوم، وضفت كده ليها الكزبره وعليها عصير الطماطم، سكر، ملح، فلفل اسود، وسبتهم لما يتسبكوا. وفي طاسه تانية معانا معلقه من السمنه وبصلايه، هبدا اشوح البصله، اضيف ليها كده نص معلقه صغيره بس من السكر، هتدي لتعصيجه اللحمه طعم حلو قوي قوي. البصله خدت معايا كده لون اصفر، ضفت كده عليها اللحمه وهبدا اشوحهم مع بعض بالشكل ده، واضيف كده عليهم فلفل حامي، وده على حسب الرغبه براحتك خالص. ولب الكوسه اللي احنا عملناه في البدايه ده طبعا مش هنرميه، بنضيفه كده على اللحمه. اولا بنزود الكميه وبيدي طعم حلو قوي قوي للحمه بتاعتنا. وضفت البهارات بتاعتي عباره عن ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، مغرفه من الصلصه اللي احنا عملناها بالثوم، وسبتهم يسبكوا بس لمده دقيقه، وكده التعصيجه جاهزه معانا تمام. في صينيه فرن ضفت كده معايا الصلصه وعليها الكوسه، وبدات احشي كده الحشوه بتاعتي، وعلى الوش كده باقي الصلصه هندخلها الفرن على درجه حراره عاليه. على ما تستوي معانا هنعمل كده رز بلسان العصفور.